السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متتبعات، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعلى ما يرام وفي صحة جيدة. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم بزاف. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والاشتراك في القناة، وشاركوا الفكرة مع جميع الأحباب والأصدقاء إن شاء الله باش تعم الفائدة. وفري في المال ديالك يا لاله، وهزي درهم ديالك وخبيها لدوير الزمان، وحاولي تعملي هاد كسكسو نفتول في الدار بصفر درهم. يعني الدقيق راه موجود عندنا في الدار، ما تقولوش لي شي دار خاصها الدقيق. وما تعطونيش اعذر بان ما عندكش الهاشوار باش تصايبيه وما عندكش مونينكس باش تصايبيه. حاولي تتابعي الفيديو من الاول باش تفهمي ان شاء الله جميع المراحل والمقادير مضبوطه، وغادي ينجح معك ان شاء الله من اول تجربه. بالنسبه للمكونات، غناخذوا واحد زلافه ديال السميده رقيقه، وزلافه ديال القمح او الفينو، وزلافه ديال الدقيق الشعير اللي هو الزرع، وزلافه ديال الايلان، وكيلو ونص ديال الدقيق الابيض، يعني اي دقيق. بالنسبه للطريقه، غناخذوا القصريه نوضعوا فيها الدقيق الابيض، يعني غير الدقيق العادي، ماشي بالضروره الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، كيلو ونص. وزلافه كذلك ديال الدقيق الشعير، الى عندك البلدي راه مزيان، ما عندك ديري غير رومي، يعني راه بحال بحال. وزلافه ديال السميده رقيقه، وزلافه ديال الدقيق الشعير، عفوا زلافه ديال الايلان، وزلافه ديال القمح. نخلطوا جميع المكونات حتى كيتخلطوا معنا وينسجموا. بالنسبه للدقيق ديال ايلان، كناخذ ايلان كنغسلو، كنحيد منه جميع دوك الرواسب الغير المرغوب فيها، وكنغسلوه وكنقيوه كنحمروه. كذلك كندوه لعند العطار كيطحننا. كتعرفوا بان الا راه كيكون قاصح ما كيبغيش يطحن معنا. من بعد خلطنا المكونات مزيان حتى تخلطوا معنا، غناخذوا الماء، نبقاو حنا كنخويو الماء وحنا كنفتلو، حنا كنخويو الماء وحنا كنحركوا على شكل هذه الطريقه بجوج يدين. حاولوا تعملوا جوج يدين. انا هنا راه غير هازه تليفون بيد وكنصور بيد، بحال هذا الشكل غادي تعملوا. يعني كنخلطوا باليدين بجوج ضروري، يعني بحال كتصايبوا كسكسو ديالكم وهو كيطيب. من بعد كنخليو فيه شويه ديال الدقيق باش كتسهل عليكم المأموريه وما يعذبكمش نهائيا. من بعد وضعناه في هاد الشوبينه ديال الزجاج، حيت الغرض ديالنا في القصريه هي فاش غادي نبقاو نغربلو. غناخذوا الهاشوار، ما تقولوش لي شي دار خاصها الهاشوار نهائيا. ناخذوا الهاشوار نوضعوا فيها كميه، عمروا الهاشوار ديالكم. انا هنا الهاشوار ديالي راه ولا الصوت ديالها ناقص شويه، الشوفيات ديالها ولاو عيانين، خديتهم حيدتهم. المهم هادي غير نصيحه وصافي. بالنسبه اي اخت بغات تطحن في الهاشوار ديالها وكتشوفها بانها ما خداماش ليها مزيان، حاولي تحليها حدا الموتور. كتلقاو واحد جوج شوفيات كيكونوا بحال الحديدات، كتاخذوهم كتحكوهم بالقاعه الحرش ديال الزيرو وكتردوهم. هما كيساعدوكم، يعني بحال قلتي الاسعافات الاوليه، غير تدوها المعلم ويصايبها لكم. انا هادشي اللي عملت. المهم راه ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه باش تعرفوا بانكم راكم غاليين وعزاز. من بعد ما طحنا الطحنه الاولى دوزناها في هاد الشبكه. ما تقولوش لي شي دار كذلك راه خاطيه هاد الشبكه، اي دار كتلقاو فيها هاد الشبكه. المهم غادي ندوزوها في هاد الشبكه، غادي تلوح لينا الدقيق مع كسكسو اللي كيكون رقيق. كيبقى لينا هذاك الغليظ اللي هو بركوكش. غنحاولوا دابا ان شاء الله ندوزو في هذا الغربال الخاص ديال الكسكسو. غتمشي عند العطار تقول ليه عافاك عطيني الغربال ديال الكسكسو، كيكونوا عيون ديالو كبار، هو هذا. وداك اللي كيكونوا العيون ديالو يعني مسدودين صغار، هذاك راه الغربال ديال الدقيق. من بعد ما غادي نغربلوه، غادي نتحصلوا عليه على هذا الشكل. وانتم غير كتغربلوا، راه ما كتحكوا نهائيا في الغربال، باش الغربال ديالكم راه كيبقى معكم دائما. الا كنتو كتحكوا التكسكسو، الا كنتو كتحكوه في الغربال ولا هاد الكسكسو اللي كيتفتل في الدار كتحكوه في الغربال، كونوا على يقين بان الغربال ديالكم راه ما غايديش يدوز عندكم شي مده اللي هي طويله، وغادي يخصكم غربال اخر غادي تعاودوا تاخذوه. حيت هذاك الفتيل في وسط الغربال هو اللي كيخسر لنا الغربال، كيولي يعني كيترخى، ومن بعد كيتحل لنا كامل من الجوانب.
المهم بالنسبه للمرحله الاولى هي ديال الهشوار، والمرحله الثانيه اللي هي ديال الخلاط الكهربائي. غناخدو كميه غنوضعوها في الخلاط الكهربائي، من بعد غادي نشعلو الخلاط هو كيخلط، وحنا كنرميوه في الخليط على هذا الشكل. كلشي باين لكم في الصوره واضح. غتعملوه هاد الكسكسو عينيكم مغمضين وغادي ينجح معكم ان شاء الله، وغادي تشكروني عليه بزاف، كونوا على يقين. من بعد غنوريكم العمليه الاولى ونوريكم العمليه الثانيه، يعني راه نفس العمليه ونفس النتيجه كتحصلوا عليها. غندوزوه في هاد الشبيكه اللي كيكونوا العيون ديالها يعني صغار. غادي تهبط لينا كذلك بحال المرحله الاولى ديال الهشوار، تهبط لينا داك الدقيق، وتهبط لينا كذلك داك السميد اللي هو كسكسو كيكون رقيق بزاف. من بعد غندوزوه في هذا الغربال اللي خاص بكسكسو. دابا هذا هو كسكسو اللي تحصلنا عليه، وهذا هو النتيجه اللي بغينا. شوفوا ما شاء الله كيف عامل، راه حبه على اختها. من بعد غنوريكم ان شاء الله الطريقه الثانيه، وغادي نعاود نطحن معكم المره الثانيه باش تفهموا مزيان. دائما الوقت اللي غادي تطحنوا بقاو خلطوا مزيان في القصريه ديالكم. دابا غنشعلوا عاوتاني الخلاط الكهربائي، وحنا كنرميوه في الخليط حتى كيتخلط لينا على هذا الشكل. يعني راه دغيا كتوجد معنا هاد العمليه بسيطه بزاف في 5 دقائق، وهو الكسكاس ديال البرمه راه عمرتيه بكسكسو وغير من الدار وبسيط جدا، وما شاء الله راه كيجي صراحه احسن من ديال الزنقه. انا ما غاديش نشكرو لكم نهائيا حتى تجربوه وحكموا عليه بنفوسكم. من بعد هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. يعني هنا راه في الاول دوزناه في الشبيكه هي الاولى هلي الغربال، هنا راه دوزناه في الغربال اللي هو الاول. من بعد هنا غندوزوه في الشبكه، هانتوما كتشوفوا كيهبط لينا يعني داكشي اللي ما بغيناش، دوك الدقيق وداك الكسكسو اللي كيكون رقيق بزاف. وهذا هو الكسكسو اللي تحصلنا عليه اللي بقى لينا في الفوق، هذا هو اللي عندنا به الغرض. شوفوا ما شاء الله صراحه راه كيجي زوين بزاف وهائل، وحتى في الماكله ديالو كيكون بنين. السر ديالو اللي كيبنو هو إيلان وهو الدقيق ديال الزرع. من بعد هنا غنوريكم هذا اللي تحصلنا عليه ديال مونينيكس، وهذا اللي تحصلنا عليه ديال الهاشوار. يعني راه نفس النتيجه، ما كاينش شي اختلاف نهائيا فيهم بجوج. وبالنسبه اللي بقى لينا منه كامل هو هذا. وبالنسبه لهذا بركوكش ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد الوصفه به اللي كلشي ان شاء الله غادي يحبوا وغادي تعجبوا بزاف، وخصوصا في هذا البرد. هذا هو كسكسو اللي تحصلنا عليه. شوفوا ما شاء الله راه حبه مطلوقه على اختها، يعني راه ما كيجيش معجل لينا نهائيا، يعني راه حبه على اختها ما شاء الله. وبالنسبه اللي بغاتو راه غادي تفوروا. شتي هذا هو بالنسبه اللي تحصلنا عليه الرقيق. حتى اللي بغى يفوروا راه غادي يفوروا، غير هو كيجي الطعم ديالو رقيق بحال داك الكسكسو اللي كيكون عندنا في الباكيات رقيق. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروه كمشروع ويعاونوا به في دوير الزمان ويتعاونوا به على الزمان، غادي ناخذوه في الاول يعني كيف ما تحصلنا عليه كنعملوه في البرمه على هذا الشكل. فار معنا الفوره الاولى، من بعد كنشروه، حاولوا تحلوه تيتحل معنا، من بعد كنشروه وكنخلوه حتى كينشف، وكنحاولوا نعملوه في شي بواطه اللي كتكون محكمه الاغلاق. والوقت اللي بغينا نفوروه كنبقاو نفوروه. هنا بالنسبه اللي بغا كسكسو هذه هي الطريقه ديالو المره، من حيت يطلع الطلعه الاولى كنعاودوا ليه الطلعه الثانيه بالماء، والطلعه الثالثه كيكون بالماء المملح، وكنعملوا ليه الزيت، يعني بحال الكسكسو ديال الزنقه تماما. غير في الاول هو كيف ما تحصلنا عليه كنديروه مباشره فوق النار حتى كيطلع معنا الطلعه الاولى.
هذا هو كسكسو اللي تحصلنا عليه ما شاء الله. شوفوا حبه مفروقه على اختها. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم بزاف، وكنهضر بزاف غير باش تفهموا جميع المراحل، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. وبارطاجيو الفكره مع جميع الاحباب. ما تنساوش اللايكات ديالكم